بعض. أيها الأحبة الكرام، لقد جاء شهر رمضان ليربي الأنفس ويهذب القيم، ولا أدل على ذلك من حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ولا يكذب. حين نرى السخط والجهل ونرى الرفث، الفحش الألفاظ، صوت عالي، أمور كثيرة ننكرها، لا بد وأن نبحث بالأسباب. لماذا لم يهذب رمضان هذه القيم؟ هي قيم سلبية، لكن ليه رمضان لم يهذب هذه القيم؟ لأن الأساس باطل، الأساس باطل. وما سبب بطلانه؟ صلوا على سيدنا الحبيب. لما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة نقي سليم، فأبواه الأب والأم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى إذن من الذي يغرس في الولد أو البنت هذا السخط وهذا الرفث وهذا الجهل؟ الأب والأم. يعني أنت يا عم الشيخ عايز تقول لي أنا بمسك ابني بقعد بيه وأقول له قول كذا وقول كذا وعلي صوتك وقول الأخطاء ديت؟ لا، ما تحصلش ولا قلت شيء. لكنك لم تهذب هذه الأشياء حين رأيتها، ولم تؤصل لقوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال: ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك غض من صوت. هل جلست مع أبنائي قلت لهم ذلك؟ أنا بقول ليل ونهار، أنا ليه بيشك على الأولاد، لكن هل رأوا فيك ذلك؟ هل أبناؤنا شاهدوا في آبائهم وأمهاتهم حين يطلبون منهم على سبيل المثال: يا ابن وطي صوت، إن الأب صوت؟ أنا أب، يعني بنسمع كده بعض الأمهات تقول: أنا أقول أنا عايزاك، والأب يقول لك: ما أنت هتربيني، أنت هتقلدني، أنا أب. لا، ليس هذا المنهج الصحيح. ولذلك قالوا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأيضا قول القائل: الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيبا الرعاة. يبقى إذا حين نريد أن نقضي على السخط والرفض والجهل وهذه القيم السلبية وغيرها، لابد أن نبحث عن الأساس. هل الأساس متين أم الأساس سيء؟ يعني على سبيل المثال سيدنا الحبيب لنا إيه صلى الله عليه وسلم: حق الولد على والده أن يختار له أمه. ليه؟ لأن الأم هي الحكم الأول، تؤثر في الولد بعدة عوامل: اللبن بصفاته، اللبن بالصفات اللي بيحملها اللبن، اللسان بما يقول، نظرات الأم وتعبيراتها، ما تسمعه الأم أو تتركه، ما تفعله الأم أو تتركه، ما تسعى إليه الأم أو تتركه. كل هذا يكون حصيلة قوية جدا عند الطفل، فبالتالي هو بيطلع يشب على ذلك. ولذلك علمونا زمان قالوا والنفس كالطفل، إن تهمله يشب على حب الرضاعة وإن تصدمه ينقطع. طيب، نفس أطفالنا لم ترى فقاما من السلبيات ولم ترى رضاعة من الإيجابيات، فكيف تطلب منها ذلك؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه.
فاقد الشيء لا يعطيه. إذن أيها الأحباب، هذا الشهر الفضيل هو مدرسة لأن نربي أنفسنا أولا نحن الكبار آباء وأمهات، ويروا فينا أبناءنا أننا نقدس هذا الشهر بقيمه، لا نترك لأنفسنا العنان أن نرفث أو نصخب أو نجهل فيتأسى بنا أبناؤنا فيتركون مثل هذه الصفات. يروا فينا الصدق ويروا فينا الأمان ويروا فينا كل جميل فيتأسوا بذلك وينشأوا على ما رأوا من أعينهم وما أحست قلوبهم وما سمعت آذانهم. فيا أيها الأحباب، قبل أن نلوم على أطفالنا لماذا هم غير بررة، ليه الأولاد مش بررة؟ ليه الأولاد مش كويسين؟ لابد أن نسأل أنفسنا نحن أولا ماذا غرسنا. ولذلك فيه كلمة كده نختم بيها بعد ما نصلي على رسول الله. لو أنا جبت جزرة وشقيتها نصفين وحطيت نص سكر ونص خل، النص اللي بالسكر يبقى ايه؟ مربى، مش كده؟ ونص اللي بالخل يبقى ايه؟ مخلل. فأنا ابني هو الجزرة بتاعتي، أنا حطيته في أنا بيئة، فالبيئة اللي أنا حطيته فيها طلع زيها. لو أنا حطيته في بيئة المساجد وكنت أنا معه في المسجد، مش أنا بجيبه المسجد وأروح أنا مكان تاني، لا، وكنت أنا معه في المسجد، هيكون ابن المساجد، هيكون ابن إيه؟ ابن المساجد. إنما أنا أخذته في بيئة تانية علمته ما في الشارع وما إلى ذلك، مش هيكون غير كده، مش هيكون غير كده، لأنه كما قالوا قديما زرع حصد. انتهى الموضوع. انت زرعت ايه عشان تحصد ايه؟ اذا اردنا ان نقضي على الرفض والايه والجهل والسخط وكل الصفات السلبيه في رمضان، في مدرسه رمضان، لتنعكس علينا بعد رمضان، فعلينا ان نتحلى نحن اولا بالقيم الايجابيه وننسى السلبيات وناخذ ابناءنا تحت ايه؟ تحت ابطنا، تحت كتفنا، ليتحلوا مثل ما تحلينا به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.